بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة. حلقة مش كالعادة بنعملها، ده حلقة اللي هي بعد المباراة أو بعد الماتش ما بيخلص بكام يوم بنطلع نتكلم فيها. بس كان مهم جدا احنا نطلع نتكلم في الفيديو ده، لأن الفيديو ده هنقول فيه كذا حاجة مهمة وكم حاجة حصلت من اللي احنا قلناها. في البداية بس فضلا وليس أمرا، يعني اللي حابب يدعمني ويشترك في قناتي يبقى يعني بيفرحني بطريقة غير مباشرة ان انت بتشترك عندي في القناة، او ان انت بتتفاعل معايا بشكل عام بأيا كانت، عملت لي لايك او ان انت اشتركت في قناتي او اي حاجة من الحاجات دي. انا بفرح بحاجة زي كده، بحس ان تعبي في الفيديو بيجيب نتيجة، ان الكلام اللي الواحد بيقوله الحمد لله هو اللي في ارض الواقع بيحصل. بعد المباراة ما خلصت ولما بدأت المشاكل تطلع والناس كلها تطلع تهاجم الفرقة وتهاجم الإدارة وتهاجم اللعيبة، والمشاكل اللي بدأت تظهر في أوضة اللبس على الكلام اللي احنا سمعناه والكلام اللي احنا شفناه، الحمد لله الواحد قال الكلام ده كله. وطبعا الواحد بيفرح جدا جدا، مش ان الزمالك خسر او ان في مشاكل في النادي بتاعه، بس بيفرح لما بيلاقي ان يعني لما الاقي حد بيتصل بيا ويقول لي فعلا الكلام اللي انت قلته او الكلام او وجهة نظرك اللي انت اتكلمت فيها فعلا كانت صح وفعلا ده اللي حصل. فالواحد بيفرح ان هو الكلام اللي بيقوله هو كان على حق فيه. مش معنى كده ان انا فرحان ان فريق خسر، بالعكس، انا اللي اتفرج على الماتش بتاع ليله المباراه كان شايف شكل عامل ازاي، وكان شايف الواحد كان منفعل ازاي وكان متضايق ازاي من اللي حصل. بس الفيديو ده بالنسبه لي انا فيديو مهم جدا جدا، لان كله طبعا بيتكلم على او بيهاجم المدير الفني، بيهاجم الاداره وبيهاجم اللعيبه. وكله مش شايل الخساره للمدير الفني لوحده. طب هل المدير الفني لوحده هو السبب في الخساره؟ لا. طيب مين السبب الرئيسي اساسا ان انا اخسر او ان انا اطلع بالشكل ده؟ هل المدير الفني؟ لا، من وجهة نظري انا لا. عشان اطلع بالشكل ده في كذا عامل من العوامل اللي انا اطلع بيها، اولهم مجلس الاداره، بعد كده المدرب، بعد كده اللعيبه، وممكن كمان اللعيبه تيجي قبل المدرب. وهاخد كل نقطه لوحدها. هكلمك الاول في نقطه اللعيبه. اللعيبه على الكلام اللي طلع، الخناقه اللي حصلت في اوضه اللبس والناس اللعيبه اتخانقت مع المدرب وعبد الله سعيد كان قلع توكة الحزام ومشمر رجليه ومنزل الشراب وداير الضرب في الكل، وخان الفينا فتح التلاجه طلع الفرد بتاعه، وكلام كتير الواحد طلع سامعه، كلام يضحك مش كلام اللي هو يخلي الواحد يقعد يسمعه. لان الكلام ده لو حصل، الكلام ده فعلا لو حقيقه واتسكت عليه تبقى كارثه، كارثه فوق فوق الوصف. ان المدرب يكمل، لو ده حصل ومدرب كمل يبقى انت بتهد كل اللي انت عملته الثمان اسابيع اللي فاتوا. طيب هل الاداء اللي انت شفته امبارح ده كان جديد عليك؟ لا. كمشجع لا، باختصار لا. انت بقالك 8 اسابيع انت في نفس الاداء ده، بس الفرق اللي انت ما بتلعبش فرقه كواليتي عالي قوي تخليك او تحرجك بالشكل اللي انت كنت شايفه ده. مفيش غير المصري مثلا هو اللي كان ند قوي وانت قدرت تتعامل مع المباراة بشكل كويس. ان الناس تطلع تقول او الاقاويل تطلع تقول ان اللعيبه طلعت هاجمت المدرب وانت مدرب جبان وانت خليتنا نلعب غلط. طيب هل المدرب اللي قال لك تعمل كميه ميس باص اللي احنا شفناها طول الماتش؟ لا. طبيعي لا، لا مفيش مدرب هيقول لي كده نهائي. انا لو رحت ضربت مش هقول لهم اعملوا كده حتى انا ما بعرفش حاجه في التدريب اهو، بس اكيد مش هقول لهم خدوا الكره اديها للاهلي، مستحيل. هل انا هقول لهم ما تضغطوش وحلقوا؟ لا برضه. طبيعي هقول لهم انا بلعب دفاع او هدافع، فاول الكره ما تخش النص ملعب عندي انا بضغط ضغط شرقي يا عم. اول لما الكره تقرب من 18 عندي انا بضغط ضغط رهيب عشان استخلص الكره بسرعه. فنقطه ان المدرب هو السبب، فدي لا. المدرب سبب ان المدرب ما بيقراش الملعب بشكل كويس، تغييراته فيها حاجه غلط. دي النقطة بتاعت المدرب، مش المدرب اللي قالك تعمل الشكل ده في الملعب. حتى لو مدرب قالك هتدافع 90 دقيقة، انت كلاعب دورك انت فين في الملعب؟
انت كلاعب دولي مش قادر تحافظ على هدف انت جبته. انت كلاعب دولي مش قادر تطلع بالكوره تحت بتمريرتين ثلاثه. طب انت لما عملت تمريرتين ثلاثه في جملتين او في ثلاث اربع جمل، رحت بخمس كورات على النادي الاهلي كلهم خطر. والله العظيم النادي الاهلي ما لعب اساسا، النادي الاهلي كان وحش جدا برضه. النادي الاهلي مش عارف، ما بيحضرش، ما هو تمريرات سلبيه، كله بيباصي، ده بيدي ده بيدي ده بس. لكن ما عندهوش خطوره حقيقيه على المرمى عندك. ما فيش كوره تقول يا الحمد لله ضاعت، الا كوره عمر كمال عبد الواحد في اخر الماتش. غير كده هو ما عندوش خطوره. يعني هو شاط عليك 19 كوره كلهم في البلح، كلهم في المدرجات، كلهم بره. لكن انت بص على الهجمات اللي انت عملتها، انت اخطر منه بكتير. فمعنى كده ان في حاجه متقاله من المدرب اللي احنا ننزل نعملها. انت كلاعب ما قدرتش تعملها، فالمشكله عندك انت. طيب هنفترض ان المدرب قال لك تعمل كل العك الكروي اللي انت شفته ده. انت كدورك كلاعب ككابتن فريق عمر جابر، او زي ما انا بقول مدير فني داخل الملعب كعبد الله السعيد، ما رحتش ليه اتكلمت مع الجهاز الفني المصري بتاعك زي كابتن حازم او كابتن عبد الناصر محمد، قلت لهم احنا بنلعب غلط، لازم حد يكلم الراجل اللي احنا نعمل 1 2 3 4، لازم حد يكلم المدرب يطلع من نص الملعب ناصر ماهر وينزل احمد حمدي. ليه ما حدش يتكلم؟ ليه ما حدش ساعه التبديل وهو نازل ك ك ك كجهاز فني مصري قال للمدرب ما تنزلش ناصر منسي، نزل عمرو ناصر. ليه ما حدش يتكلم قال لك نزل تبديلات بدري؟ ما انت دورك فين؟ محلل الاداء اللي معاك انت دورك فين؟ فمعنى كده مش المشكله مش في المدرب لوحده، لا، المشكله في لعيبه وفي مدرب وفي اداره. فاظن انا اتكلمت في نقطه اللعيبه وجيت كمان في نقطه المدرب. نخش بقى في الكارثه الكبيره اللي هي كارثه الاداره. طيب انا خسرت من الاهلي اهو، فانا عايز اعاقب اللعيبه دي، هعاقبها ازاي؟ يعني انا عشان افرض عقوبه على اللعيبه دي هخصم المستحقات بتاعتها. هعملها انا ازاي بقى كاداره؟ مش هتعرف تعملها. انت مش هتعرف تعملها. ابسطها انا لو لعيب وتقول لي هخصم منك، طب اخصم واديني الباقي. ايوه اخصم واديني باقي فلوسي. ليه ما بتاخدش فلوسها؟ مش مشكلتي انا كمشجع، مش مشكلتي ان انت مش عارف توفر فلوس، دي بتاعتك انت. انت قبل ما ترشح نفسك لرئاسه النادي ككابتن حسين او كاعضاء في المجلس، قبل ما ترشحوا نفسكم، الزمالك كتاب مفتوح للكل. انت عارف ان انت عندك مشاكل وعندك ديون وعندك مشاكل. الفيفا عامله اوضه مخصوص لنادي الزمالك جوه. الزمالك يعني الفيفا الصبح بيجي يرش ميه الفيفا كده في الشارع، بيرش ميه، هو عارف ان انا هرش، يا رب يا رب صبحنا وربحنا ما نخش في الزمالك عنده ايه. فانت مقيم عند الفيفا، فانت عارف ان انت عندك مشاكل، وعارف ان انت عندك في مشاكل في الفلوس، وعندك مشاكل في اللعيبه وفي الاداره. فانت رشحت، وانت بترشح نفسك انت كنت بتديني وعود انا هعمل وهسوي وهعمل الغرامات وفلوس اللعيبه فان انت مش عارف توفر فلوس اللعيبه دي مشكلتك انت، مش مشكلتي انا كمدرب كمشجع. مش انا اللي هلم مننا كده، كلنا هنلم ونروح نديك. انت رجل اعمال، انت 90% من المجلس رجال اعمال. طلع يا باشا فلوس من جيب. انت كل ما تتكلم اصل الارض بتاعت اكتوبر اللي اتسحبت هي السبب. يا باشا طلع فلوس من جيبك، ادفع للعيبه دي فلوسها عشان تكسر عينيها، ولما فلوس الارض تيجي خدها. مش انت بتقول على فلوس الارض لما تيجي هتحل كل المشاكل، وعلى يقين ان انت هتحل المشكله دي. خلاص ادفع من جيبك، انت ملياردير يعني. انت ما طلع فلوس من جيبك يا باشا، ادفع اللعيبه مستحقاتها وادي في ناس فلوسها، ولما فلوس النادي تيجي بتاعت الارض اكتوبر خدها. سهله. كل الانديه بتعمل كده. انت مش عارف تعمل حاجه كده، دي بتاعتك انت. انت مش عارف ان انت توفر فلوس وتدي للعيبه مستحقاتها براحتك. ما انا طبيعي كلاعب، انا لعيب ما باخدش فلوسي، مره شهر مع التاني مع التالت مع الرابع. انا حياتي كلاعب كوره غير حياتك انت، غير حياه فلان، غير حياتي انا. كل واحد بيعيش في المستوى اللي هو عايش فيه. انا لو باخد 5000 جنيه، اللي انا عارف ال 5000 جنيه دي هعيش على قد ال 5000 جنيه دول.
باخد 10 هعيش على قد ال10، باخد 100,000 بعيش على 100,000. فجيت انا في مره خلاص مسستم نفسي ان انا بعيش على 10,000 جنيه، جيت قعدت 3 4 شهور ما بقبضش، خلاص انا هعمل ايه؟ ما انا مسستم نفسي ان انا بعيش على الحاجه دي. فانت دورك اكبر. مش عارف توفر الكلام ده يا باشا، مع السلامه، امشي. امشي ويجي لي حد تاني يقدر يعمل لي الكلام ده. خلاص احنا كجمهور احنا تعبنا من اللي انت من ان يكون الشيء اصلا ما فيش فلوس، اصلا ما فيش فلوس. انا هعمل ايه؟ انا ذنبي ايه كمشجع؟ انا مالي؟ انا ماليش دعوه. انا كل اللي انا عايزه ان انا اشوف فريقي، واشوف فريقي بيكسب، فريقي بياخد بطولات. طب تجربه لين ادوار فاشل؟ لا طبعا، قولا واحدا لا. الراجل ده لو مشي انت خسرت كتير، بس الراجل ده مش عارف يشتغل. ما انا عشان اشتغل اديني فلوس، انت مش مديني فلوس. طب انا هشتغل بناء على ايه؟ طب انا لما اجي احاسب جون ادوار ده اخر السنه هحاسبه بناء على ايه؟ اول كلمه اقولها يا باشا انت ما اديتنيش فلوس اصلا، بتحاسبني ليه؟ انا مش عارف ادفع مستحقات، مش عارف ادي فلوس، مش عارف اوفر حاجه للعيبه. المشاكل كلها اتنقلت عندك. انت جبت مدير فني من بدايه، هل انت جبت مدير فني سي في قوي؟ لا. طب جبت مدير فني هو عنده حاجه بيقدمها؟ برضه لا. فانت دلوقتي في الوقت اللي انا بكلم فيه ده انت المفروض توفر البديل، وتبقى عامل احتياطاتك كلها. لان انت الراجل ده ممكن في التوقف الدولي اللي جاي انا همشيه، بس هجيب واحد تاني قوي لو انت عايز تمشيه. انما ما تمشيهوش وترجع بقى في الدوامه اللي كنا فيها كل مره بقى، ان كل شهر والتاني مدير فني بيجي ومدير فني بيمشي، واجيب مدرب عشان خاطر فلان قال لي عليه حلو، ومن ابن خالتي جه قال لي ده ابن عمتي جاي من الكويت كان شغال هناك فانا جاي اشتغل معاه شويه. كل الكلام ده هري، كل الكلام ده هيرجعنك تاني ورا. انت خسرت ماتش. انت خسرت من النادي الاهلي، وماتش قدمته وحش، بس في النهايه ده ماتش. سيبك من التحفيل للنادي، جمهور النادي الاهلي سيبك منه. ده بقاله 8 اسابيع من ساعه الدوري ما بدا عمال ياخد على وشه من كل الفرق، كل فرقه عمال تديله على وشه. فلما كسبك طبعا انا مش مصدق ان انا كسبت كنادي الزمالك المتصدر الدوري. انا مش مصدق ان انا كسبت وانا بالاداء ده. هتيجي تقول لي ده انا جيت مش عارف اديتك على وشك في الملعب. يا ابني انت كراجل اهلاوي، انت لو جيت قلت لي حاجه زي كده هتاكد مليون المية انت ما بتفهمش كوره. انت قبل ما انت شوف، انت النادي بتاعك النادي الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 35 مليون يورو. انا نادي الزمالك 15 مليون يورو. شايف الفرق؟ شايف الفرق بيننا قد ايه؟ ان انت تبقى فرحان كده، انا عذرك، انا عذرك يا ابني. انت كسبت وانا برضو متصدر. انت كسبت وانا لسه بنافس معاك على الدوري. انت هتبقى متصدر الدوري والفرق بيني وبينك نقطه، مش هيبقى في فرق كبير. شوف كواليتي اللعيبه بتاعتك وكواليتي اللعيبه بتاعتي انا عامله ازاي. شوف الاجنحه بتاعتك والاجنحه بتاعتي انا عامله ازاي. فانا عذرك يا ابني في فرحتك، وعذرك في اللي انت بتعمله، لان انت ما كنتش مصدق ان انت ممكن تكسب. انت داخل الماتش وعارف ان انت كده كده خسران او هتتعادل، يا رب نتعادل مع الزمالك. فاللي انت تكسب دي حاجه مش في بالك، وما كسبتش باداء. انت ما كسبتش باداء. اللي يقول لك انا كسبت ماتش الزمالك باداء واديته علق الكوره، اتاكد مليار المية لو ما فهمش كوره. انت لا كسبت باداء ولا عملت عليها طول الماتش هجمه خطر ولا الهوا، انت ما كنتش موجود برضه. انا عشان وحش، انا لما لعبت اول 10 دقايق انت ما كنتش موجود. انت كنت خايف، انت قاعد ورا في المدرجات مع الجماهير بتاعتك. فسيبك من التحفيلات وسيبك من الكلام ده. وبرضه نقطة السوشيال ميديا أو الكباتن القديمة بتاعت النادي أو الناس اللي بتطلع تتكلم في الإعلام، يعني بالله عليكم سيبكم من الشغل اللي انتوا بتعملوه ده. الكلام اللي انتوا بتقعدوا تعملوه ده هو اللي بيدي الدافع للمنافس اللي هو ينزل قدامي يعمل أي حاجة أنا عايز أكسب. زي الكابتن طارق لما تنزل لي لان انت مش موجود او انا مستنيك او هو ما يجيش، وعمرو الدردان عايز 5 لعيبه عشان يوقفوا الفينا والكلام ده كله. هل اللي حصل مع اخوان الفينا في الملعب انت بتقول لك اصل اخوان الفينا محطوط في جيبه؟ جيب مين يا ابني؟ يا ابني انت بتتفرج على ماتش ولا بتتفرج على ماتش؟ اخوان الفينا لما مسك كوره وكوكا ما ضربوش، يعني كوكا عشان كوكا عشان يوقف الفينا لازم كان لازم يضربه.
لما اخوان الفينا كان بيمسك الكوره من غير ما انت تضربه كان بيكلفتكوا كلكم في بعض وتخش. حسين الشحات اللي بيقولوا انت قد كده عشان هو مثلا قصير او الكلام ده، يا كابتن حسين انا لو وقفت جنبك دماغي هتوجعني. يعني انا لو وقفت جنبك هقعد اعمل لك كده دماغي انا هتوجعني، هنا هيحصل لي حاجه في العمود الفقري بتاعي. بس كده كده مش جديد على حسين الشحات الكلام ده. يا ابني القبول من عند ربنا، انت ما عندكش قبول، انت قاعد دكه، انت منسي، انت لعيب، انت لعيب مالكش دور في النادي خالص. وممكن الماتش دوت هو يرفعك، وممكن انت لعيب نزلت عملت الفارق وصنعت وجبت جون وعملت الكلام ده كله حلو. افرح مع لعيبتك وافرح مع جمهورك، انت مالك بيا انا كمنافس عمل لك اخوان الفينا؟ هل استفزك في حاجه؟ لا. طب هل مثلا راح استفز جمهورك؟ برضو لا. فمعنى كده انت نازل اساسا لعيبه الاهلي كلها ناس حاطه اللاعب ده في دماغها، اللاعب ده ما ينفعش، اللاعب ده كله بيتكلم عليه اللي هو لاعب حلو. بس برضو زي ما انا قلت قبل كده، مش اخوان الفينا لوحده ولا هيكسبني ماتش. لعيبتك لو فايقه كلهم هيساعدوا اللاعب ده. طب لو لعيبتك كلها مش فايقه محدش يقدر يساعده، زي ما احنا شفنا كده. خلاص الكلام عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، آه ده اكتر وقت انت محتاج تقفل على الفرقه فيه. ان انت لو فرطت منك شكرا انسى، انت كده مفيش لا دوري ولا كاس ولا افريقيا، تروح تلعب دوره رمضانيه او تجمع بعض مع ناشئين وتلعب دوري تحت مع بعضين كده فين في الدفاع الجوي كده مع بعض كده بالحب. لو فرطت منك راحت. انا دوري كجمهور انا هفضل ادعمك كده كده غصب عني، هدعمك لان انا ورا النادي ده مش وراك انت. انا لا ورا اداره ولا ورا لعيب ولا ورا مدير فني ولا الهوا، انا ورا نادي الزمالك فقط لا غير. الزمالك يمين انا ورا يمين، الزمالك شمال انا ورا شمال. فده دورك دلوقتي اللي انت تقفل على الفرقه، ومجلس الاداره يوفر فلوس للعيبه دي عشان تقدر تحاسبهم. غير كده ما تستناش حاجه الموسم ده من نادي الزمالك. سلام عليكم.